قلنا من الكلام عن قسم العمارة الداخلية للعمارة الخارجية، هنلاقي الموضوع أكتر ما يكون رايح للإنشاءات، واللي برضه بتدرسها أنت لو دخلت عمارة داخلية. الإنشاءات بقى في أساسها والخرسانات وأعمال بقى إيه، البني العمومي للمبنى ودوار وإزاي يتحمل، وإزاي الإنشاء ده عمله بطريقة إن هي تتحمل الأحمال والكباري، ويعني المباني في اشكالها ازاي ان انا اعمل شكل اصلا يبقى جديد. طب لو شكل قبه زي قبه مثلا قبه مكتبه اسكندريه والى اخره بقى، قصه التصميم في الاساس هي واحده على الجميع بطريقه انت بس ازاي تطوعها لك، ازاي تطوعها لشعبتك. نفس الكلام انت حتى لو شفت يعني نسب الانسان ببعضه اللي هي 1:7 راس، نفس الفكره. ميكانيزم العضلات وازاي نفس الفكره بطريقه للاساس الداخلي، ونفس الفكره تكون بطريقه لو انا بعمل كباري وبعمل حاجات لينكن ما بين المباني وبعضها، بالذات لو يبقى فيها موشن، باب بيتفتح بقى من مكان، الجسر بيترفع بيتقفل باب، كل الحاجات المالتي فانكشنال، الحاجات الكرييتيف اللي احنا كفنون جميله ما يعملهاش واحد في هندسه بياخدوها مجرده تماما، يعني بيعمل مساقط وكده بس ما بياخدش الجانب الفني، ما بيظهرش التاتش. يعني مش بعمل اعمال نجاره بحته، انا مش بعمل الحاجات مجرده، انا عايزه الحاجات المجنونه، عايزه حاجات لسه محدش عملها. احنا هذا الشخص اللي بيخترق يعني القوانين الاساسيه، بالذات لو انت ديزاينر مش مصور او مش رسام تصويري. الرسام التصويري او فنان تشكيلي اكتر ما يكون هو مجرد بيعمل حاجات زي ما هي، ممكن يبالغ فيها بعض الشيء او يعملها بستايلات مختلفه، بس ممكن يتجه اكتر يعني ايه مثلا دمج مثلا بطريقه بطريقه بافكتات مثلا بالضلال عليه، ممكن يتجه برضه بطريقه لاظهار مثلا الطبيعه، بس ان هي تتطوع اكتر للمسرح اكتر ما يكون لتنفيذها واخراجها كعمل يعني مثلا ايه 3D. لا، هي عمل 2D اكتر ما يكون. وهنا بقى بنبدا ان احنا نتكلم اصلا في ال2D وال3D، ثلاثي الابعاد وثنائي الابعاد من بعد المناظير. انا بتخيل حاجه على ان هي 2D زي المساقط والواجهات، انا بتخيلها ايزومتري، هو انا بدخل في المنظور، انا بتخيلها ثلاثيه الابعاد ليها كذا جانب كذا زاويه، الحاجات اللي بتبقى زي كده، ودي ايزومتريز ثلاثيه الابعاد. بتفتح لك المجالات ان انت تبدا او تقرر ان انت تبقى مثلا متخصص في قسم الديكور الداخلي، وتعمل زي ما قلنا برضو توازي النحت، لان النحت بيدخل في الاماكن الداخليه، وتوازي التصميم في العموم اللي انت ممكن بعد كده تروح لاي مكان يطبع لك حاجه على شنطه، على كوبايه، على المج او على الى اخره، ان تعرف تصممه على برامج بنفسك من غير ما تروح مثلا لحد وتبقى يعني زي تكلفه تانية مثلا عليك لو انت بتطوع الفلوس والتكلفه العامه اللي بيديها لك العميل يعني بالنسبه اللي يقدر ان هو يديها لك بيها، وبطريقه التقسيط وكل الحاجات اللي انت برضو بتدرسها اكتر لو هتتخصص في العماره الداخليه. فكل ده بيبقى ماشي بالتوازي، انت كل ما خلاص انا خدت الفرع الاساسي ده لا يمنع بالمره، وبالعكس انت لازم تتعلم كل الحاجات التانية بالموازاه، عشان كل ما تبقى بروفيشنال اكتر وعارف تغطي نقط اكتر من حاجات ليك، كل ما ده هيسهل عليك اكتر في التكلفه، كل ما هيدخلك مع ناس اصلا تتعرف عليهم في مجالات تانية، لما تيجي تحتاج حد يعمل لك الحاجه الفلانيه في النقطه الفلانيه مش هتلاقي، او مش هتلاقي مثلا حد وانت لسه اول مره تجرب الموضوع، فهتبقى شويه مش عارف تحدد البادجت، انت هتبقى فاهم كل حاجه، محدش بمعنى كلمه هيصيع عليك، انت الصايع اللي انت هتظبط الدنيا دي اصلا، مش العكس. لان هنا التكلفه مش دايما العميل بيقدر ان هو يدفع لك نسب كبيره، ومش المفروض ان انت اصلا تغرمه، هو جاي لك انت كمهندس ديكور داخلي عشان انت توفر له نسبه كبيره وتحسن اخراج الشقه بتاعته او المحل بتاعه او المطعم بتاعه او الفندق بتاعه او المول بتاعه حتى، فانت لازم تبقى عارف تطوع الدنيا دي في احسن ما يكون، ده بالاضافه بقى الى توفيرك للحاجات بطريقه زي ما قلنا كرييتيف. وطبعا لما يوصل الواحد فينا كمصمم داخلي ان هو عنده مصنع تصنيع بنفسه، جاب كل الالات فيه وتعب ان هو يعمل الحاجه دي، ده بيكون احسن حاجه ممكن يوفر للعميل اي حاجه، سواء هي كانت هو بداها من خياله او عميل او المهندس سوري فكر له هو فيها ازمته وحسب الظروف والى اخره، من انسب ما يكون ليه. وطبعا احنا كلنا بنطمح التحسن الصناعي وان مصر تنتج، فهو ده الوقت للكلام ده. ما تبطلش انت تحسن من نفسك وتدخل في مجالك وتتشبع بالمجالات المجاوره لمجالك، لو انت فنان او لو انت مهندس، او لو انت زي ما قلنا حتى بتشتغل في المسرح او الادب المسرحي او الفويس اوفر، كل ده بيساعد في العموم بتكمال بعضه البعض.